أهلا بيكم في مسلسل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل مسلسل جديد. بيبتدي عندنا مسلسل بعرضة أزياء وهي كانت بتشم شامبو ريحته مش كويسة، فهي بتقول لا انتوا توقفوا الإعلان ده خالص، أنا مش هعمل حاجة. ولكن بيدخل غان هنا المدير التنفيذي بتاعت شركة الشامبو دي، وبيقول إن الشامبو ده كله معمول من منتجات طبيعية، وإن هي بس بتعمل كده علشان تاخد شو. ولكن هي أول ما شافت إن هو شاب وسيم وحلو جدا، قالت له إيه رأيك إن احنا نتعرف على بعض؟ فرفض على طول، وراح على طول علشان يزور جدته. وأول ما زارها لقى إن هي هناك متجمعة مع مجموعة من الرجالة، يعني بيقولوا على غني إن هو شخص مش مسؤول خالص، وإن هو المفروض دلوقتي يتجوز ويخلف علشان حد يورث الإمبراطورية بتاعت عيلة غين. فأنا قال أنا آخر الشهر هتجوز وانتوا كلكم معزومين. في الناحية التانية مي كانت بتقابل شخص معجب جدا بيها، وكان كل شوية يقابلها في الشركة ويحاول يلطف معاها في الكلام. طبعا مي كانت شايفاه شخص كويس جدا ليها ومناسب، فبدأت إن هي كمان تتكلم معاه. صاحبتها بتقول لها عرفت ان انت تقولي للناس لا، لان الناس كلها هنا بتستغلك، كل هنا مشغلك شغل اكتر من طاقتك. فهي بتقول لها انا ما بعرفش اقول لحد لا. في الناحيه التانية كان غان بيروح يشتري خاتم لحبيبته علشان يتقدم لها وان هو يتجوزها. البنت اللي هناك ورته كل انواع الخواتم ولكن ما عجبوش ولا خاتم. في الاخر اشترى خاتم مش عاجبه قوي، وكان رايح علشان يقابلها ويديهولها. ولكن وهو رايح هناك اتقابل هنا مع مي، وهما الاتنين اتقابلوا مع بعض ولكن الاتنين وقعوا. فالخاتم هنا وقع وضاع، وانا كانت بتحاول تعتذر له، فقال لها طيب يلا روحي هاتيه. ووقع هنا في بيت كان فيه كلب، وراحت علشان تجيبه. الكلب فضل ان هو يجري وراهم، والاتنين اصلا عندهم فوبيا من الكلاب. فانا في الوقت ده الكلب كان هيهجم عليهم هما الاتنين. فانا قال لها بس انا بعته ازاي. وهنا لما بص ورا لقى ان الكلب اصلا موقعها على الارض. فبيقول لها وانت دلوقتي كويسه، انت بس لقيتي الخاتم؟ فبتقول له ايوه انا لقيت الخاتم. فبتقول له اهو. ويقول لها وانت ليه لبستيني؟ ان ده فال وحش جدا ان واحده تانية تلبسه مكان العروسه. وشده من صباعها. وفي الناحيه التانية راح على طول على المكتب بتاعه عشان يشوف هيعرض عليها ازاي الجواز. فهي بتقول له على فكره انا حاسه ان انت مخبي حاجه عني ومش عايز تقولها لي. وهنا مين لما كانت في الشركه كان الشاب ده بيحاول يتقرب منها، يقول لها ايه رايك ان انا وانت نطلع رحله مع بعض؟ فهي طبعا علشان معجبه بيه قالت له ماشي. طبعا وهو في الاتوبيس خلاها هي تدفع كل فلوس المواصلات، ومش بس كده كان كمان بيتحرش بيها. فانا بيقول لها انت ليه بس مخلتنيش ادفع لك؟ فهي بتقول له عادي. قال لها خلاص بقى انت تدفعي كمان الاوضه بتاعه الاوتيل. في الوقت ده هنا لما راحت عند اوضه الاوتيل لقت ان غان بيدرب نفسه ازاي هيعترف لحبيبته. كانت معجبه جدا ان ازاي حد بيحب حد بالطريقه دي. وما صحيت تاني يوم على طول لقت نفسها ان هي جنب حد. طبعا كانت فاكره ان هي جنب الشاب اللي هي كانت معجبه بيه، ولكن لما صحيت لقت ان هي كان جنب غين. وغان كان فاكرها حد هنا باعتها. فهي بتقول له لا انا مش جايه تبع حد، وان اللي حصل ده حصل بالصدفه اصلا. طبعا هو ما كانش مصدقها وكان مكدبها. وللاسف اللي طلع ان فعلا حد جايبها هنا ان ده يبقى جوز اختها، وسابها على طول علشان يروح يعرض على حبيبته الجواز. ولكن لما راح يعرض عليها قالت له ان هي سافرت وان هي مش راجعه خالص دلوقتي. وانا طبعا اتضايق جدا ان هي ما عملتلوش اي اعتبار وحتى ما قالتلوش. في الناحيه التانية راح قال لها على فكره اللي جابك هنا يبقى جوز اختك زي ما انت قلتي. هي بتقول له لا ان ده حصل صدفه، وان هو صحفي يعني كان عايز يعمل اي سبق صحفي علشان ياخد فلوس. ولما دخلت الاوضه اللي هي حجزها بفلوسها لقت الشاب اللي كان جاي معاها هنا بيخونها. طبعا اتضايقت جدا، وهو فضل يقول لها ان انت شخصيه وحشه جدا وبنت ريفيه محدش هيحب. طبعا غني اتضايق من الكلام ده وخدها على طول وقال لهم خدوا لبسوها لبس حلو وعملوا لها ميك اب شكله حلو عليها. فعلا قالوا له احنا هنغيرها لك. وبعديها بشويه نزلت بنت جميله جدا شكلها حلو، وهو طبعا كان معجب جدا بيها وبشكلها وباخلاقها، ان هي باين عليها ان هي طيبه جدا. وكان رايح هنا يلعب مع الولد اللي كان جاي معاها هنا. وطبعا هنا بدأ ان يقول للبنت اللي معاه ان هي ازاي بقت حلوه كده، وازاي بنت فلاحه تبقى بالشكل ده. ولكن هنا بدأ ان غني يخسره علشان الكلام الوحش اللي قاله البنت اللي معاه. وانا قال له انت لو اعتذرت لها رقعت على رجلك هديك كل الفلوس اللي خسرتها. فعلا هو عمل كده علشان ياخد كل الفلوس. وهنا غان قعد معاها وبيقول لها وانت ازاي كنت مرتبطه بشخص زي ده؟ هي بتقول له انا ما كنتش مرتبطه، انا بس كنت معجبه بيه. ثاني يوم كان غان على طول في الشركه علشان يكون مساهم في الشركه بتاعه مي، ولكن اول ما شافها على طول جريت منه. وانا طبعا كان مستغرب هي ليه بتعمل كده. ولما كانت مي قاعده تحت جه الولد اللي هو كان معجب بيها لها كلمي لي غني ان انا اشتغل في الشركه بتاعته وان اكيد يعني مش هيلاقي حد مناسب عني. وهي طبعا كانت محرجه تقول له لا، فمشيت. ولكن اول ما مشيت على طول جه وراها ومسكها. لكن في الوقت ده هنا جه غان وشاله عنها، وهي كانت مبسوطه جدا وخرجوا هما الاتنين مع بعض علشان ياكلوا. فضلت تتخيل ان هو عارف ان هي بقت حامل دلوقتي وكان عمال يضحك، ولكن كان كل ده كان مجرد خيال منها. لكن اضطرت ان هي تحكي له في الاول لان هو ابو الطفل. قامت بتقول له ان دي غلطتي انا وانا مستعده ان انا اتحملها لان انا اللي دخلت الاوضه بالغلط. الوقت ده مامة مي حبسته عندهم هما الاتنين في اوضه لحد ما جدته تيجي بكره. شوفوا بقى كان هيحصل ايه. فانا بيقول لها ان انا مش عايزه اتجوزك دلوقتي وان انت عارفه ان انا بحب حد تاني. فهي بتقول انا مستعده ان انا اشيل الغلطه دي. واتفقوا هما الاتنين اللي هي هتصحى تاني يوم الصبح وتروح على طول تجهد الطفل. فانا كان بيقول لها بس خديني معاكي، ما كانش مانع خالص حوار ان هي تجهده. فهي بتقول له لا ان دي مشكلتي انا وانا اللي هتصرف فيها،
قال لها: وأنا مستحيل أسيبك لوحدك، إحنا الاتنين مشتركين في المشكلة دي دلوقتي. وأول ما صحي على طول تاني يوم راحت هي على طول على المستشفى. لما راحت على المستشفى قابلت حد هناك، والحد ده قال لها إن هو راهب، وإن هو جاي هنا علشان يعمل كام حاجة ومشي على طول. راحت للدكتور واتفقت معاه خلاص إن هي هتعمل عملية علشان تموت الطفل. ولكن طبعا غانم ما كانش عاجبه حاجة من الكلام ده، ولكن مضى على عقد. وفي وسط ما هي كانت في العملية خرجها بره على طول، وقال لها إن إحنا لازم نفكر تاني في الموضوع ده، وأنا حاسس اللي إحنا بنعمله غلط وما ينفعش كده. هنا مي قالت له: طيب وإحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ قال لها: أنا مش عارف، ولكن أنا ممكن دلوقتي إن إحنا نتجوز. فهي بصت له كده وقالت له: حبيبتك. ولكن هو رجع يسكت تاني. وهنا لما مامتها بتقول لها: فكري تاني في موضوع اللي انتي تموتي الطفل وان ده اصلا مش صح. فهنا بتقول لها ان دي غلطتي انا، وانا عندي استعداد ان انا اموت الطفل. فانا قالت له: على فكره ان انت لازم تتجوزها، ومفيش حاجه اسمها تخليها تجيب الطفل وهي تشيل مسؤوليتها لوحدها، وان هي برضه لسه صغيره على كل ده. بتقول له ان هي اسفه جدا لان بسببها حصل كل ده. فهو قال لها: لا، انا دلوقتي شايل معاك المسؤوليه دي. لما حبيبته كانت بتحاول ترن عليه ما كانش بيرد عليها، ودي كان بالنسبه لها حاجه غريبه جدا لان عمره ما عمل معاها كده. اتصل بيها قبل على طول حفل الزفاف مع مي. فانا قال لها ان انا عايزه احكي لك حاجه مهمه ولكن لما ترجعي تاني. فانا طبعا لما راح علشان يعملوا مراسم الجواز كان متردد جدا وهو بيتجوزها، وكان حاسس ان هو اللي بيعمله غلط، وخدها على طول ورجع تاني بلده. فانا مامته بتقول له: خد بالك منها جدا، وان انت لو اذيتها انا مش هسيبك. وكان بيحكي مع صاحبه ان مشاعره الفتره دي متلخبطه جدا ومش عارف هو يعمل ايه الفتره دي. فصاحبه بيقول له ان ده عادي وطبيعي، وان انت دلوقتي لقيت ست جميله تتجوزها وطفل كمان. مامتها بتقول لها: خدي بالك ان انا هنا موجوده معاكي دايما، وان اي حاجه تحصل كلميني. ولما روحت البيت قال لها: خدي بالك ان انا وانت هنا متجوزين علشان الطفل، ان انت بتهتميش بيا او انا حتى اهتم بيكي، كل واحد هنا يكون في حاله. طبعا هي سمعت الكلام واتضايقت لان كده طفلها هيجي في بين عيله منفصله عن بعض. ولكن قالت: بس عقبال ما يجي ونشوف بعد كده هيحصل ايه. هي دخلت المطبخ علشان تاكل، وكان كل ما ينور نور هي تقفله علشان ما يقولش عليها ان هي اتعودت بسرعه على البيت. وهنا بيقول لها: وانتي بتعملي ايه؟ فبتقول له: ان انا باكل وكنت جعانه. قال لها: بتقفلي النور ليه؟ وخرجت بره على طول ولقت ان في واحده تاني بابا كان متجوزها. فغان قال لها: ان انا ماليش غير ام واحده، وام دي ماتت دلوقتي، وان الست دي تبقى مرات بابايا، ويا ريت يعني اللي انت تبعدي عنها. وهي كانت متضايقه، خرجت على طول عشان تروح للراهب عشان تساعده في محله الجديد اللي بيفتحه. وانا طبعا كان مبسوط جدا منها وشايفها قد ايه انسانه خدومه وجميله، وانسانه حلوه جدا، وان هي ازاي متجوزه شخص قاسي بالشكل ده وبيعملها بالاسلوب ده. وشاف كمان اتفاقيه الطلاق اللي هو كان كاتبها لها. ودخلت الاوضه بتاعته ولقيت ان هو كان مشغل فيديو فيها حبيبته القديمة وكل اللحظات ما بينهم. وهنا عرفت إن فعلا الطريق بينها وبينه بعيد جدا. ودخل عليها الأوضة وقال لها: يا ريت إن انت متدخلهاش تاني. ومسكت قرأت اتفاقية الطلاق، وقال لها: ان انت ممكن تديني الطفل وانا اديكي قصاده فلوس. فقالت له: انا مش عايزه الفلوس ولكن عايزه الطفل. فقال لها: انا متجوزك اصلا علشان الطفل. فهي بتقول له: لا، وان انا حابه ان الطفل يكون معايا انا، وان انت يا ريت يعني ما تفتكرش ان انا انسانه ماديه، مش علشان انا ابسط منك كتير ومعاش فلوس زيك. في نفس الوقت وهي كانت بتتخانق معاه اختها اتصلت بيها وبتقول لها: هي مش هيشوف شغل لجوزي؟ فانا بتقول لها: اكيد بيشوف لك الفتره دي وهو قال لي كده، ولكن هو اصلا ما قالهاش اي حاجه. وهنا جدته كانت بتكلمه وبتقول له: يا ريت اللي انت تعامل مراتك بشكل حلو، ما تعاملهاش على انها غريبه، وان انتوا الاتنين مع بعض يعني. قالته ان هو يروح يعمل تمارين معاها علشان التمارين دي بتنفع جدا للست الحامل. ولكن كل اللي هناك لاحظوا ان هو متجاهلها جدا واصلا مش مهتم بيها. ولما هو بدأ ان هو يعمل معاها التمارين مشيت على طول. كانت رايحه تجيب لها اكل قال لها: خدي فلوس انا معايا. ولكن هنا قررت ان هي متاخدش منه عشان ما يقولش عليها واحده ماديه. ولما قعدت مع الراهب قال لها: انا مش راهب وانا اصلا دكتور. واعتذر لها جدا وهي زعلت ومشي. طبعا غين شافه معاها وكان متضايق جدا منها، وكان مستغرب ان هي لحقت تكون صداقه في الحي الجديد اللي هما لسه متجوزين فيه. وانا كان بيقول لها: هو انت مين؟ فبيقول لها: هتعرفنا قريب جدا. طبعا كان عمال يضحك على كلامه. واول ما دخل جوه قال لها: يا ريت ان انت تحترمي شويه نفسك، وان انت تعرفي كويس ان انت متجوزه مين. طبعا كلامه ضايقها جدا. هو غان كان بيكلم حبيبته سمع ان في صوت صريخ جاي من اوضتها. طبعا جرى على طول علشان يشوف في ايه، ولكن لقاها ان هي غرقت نفسها وكان خايف عليها جدا. وكان عمال يقول لها: ده في كويس علشان ما تتعبيش. وانا طبعا كانت معجبه جدا بحنيته جدا عليها، وهو طبعا كان خايف عليها. وبعد كده لما راحت تاني يوم وقال لها ان هو برضه مش دكتور، قالت له: امال انت ليه قلت لي كده؟ قال لها: انا كنت حابب بس ان انا اسمع مشاكلك واعرف عنك كل حاجه لان باين عليك ان انت شخصيه كويسه. تاني يوم على طول راح معاها التمارين بتاعه الناس الحامل. فانا كانت بتقول لهم ان هو مش جاي، ولكن سمعت صوت غين وهو بيضحك بصوت عالي جدا وقال لها: مين اللي مش جاي؟ انا موجوده اهو جنبك. وفعلا كان بيعمل معاها التمارين. ولما لقاها ان هي بدات تتعب قال لها: وانت كويسه دلوقتي؟ فهي بتقول له: اه انا كويسه. وما روح البيت لقى ان كان الكاهن حاطط لها لزقه على ايديها، فشالها على طول وبدا يقطعها وهو متضايق جدا. وبعديها حط اللزقه هو اللي كان جايبها لها، وكان مبسوط ان حتى حاجه تبعه.
وراح للدكتور تاني يوم. قال له في حاجة غريبة جدا، أنا لما بقرب من مراتي دايما قلبي بيفضل يدق بشكل عالي، فهو كده في حاجة. فالدكتور قال له لا، ده احنا كده نعمله ونشوف فعلا إذا كان في حاجة ولا لا. الوقت ده وهي مي كانت ماسكة التليفون، عرفت إن الكاهن اللي هو أصلا ما طلعش كاهن وطلع دكتور عارف كل حاجة عن حوار طلاقها هي وغان بعد ما تخلف الطفل. لا أنا مش هستحمل أشوفك وهو حد بيضحك عليكي بالشكل ده، وإن هو بيستغل براءتك. ولما شاف غان قرب منها حضنها على طول وقال لها احنا هنشوف فعلا إذا كان بيحبك ولا لأ. وغان فضل يقول له ابعد عن مراتي أحسن لك، وإن دي تبعي أنا وتخصني أنا، وأنت مالكش أي لازمة هنا. فقال له متهيألك، وعلى فكرة أنا جيت أشتغل معاك هنا في المستشفى علشانها بس. فأنا بيقول له ابعد عنها علشان مي بالنسبة لي خط أحمر. يا دكتور دانيال ضحكت عليها في الأول وقلت لها اللي أنت راهب مع إنك مش كده. فأنا ضحك وقال له أنا بس بعمل كده علشان كنت أقرب منها. وخرج بره على طول وقابل مي وقال لها ان انا مش عاجبني اللي انت بتعمليه معايا، ان هو بيستغلك. فهي بتقول له يا ريت اللي انت بتتدخلش. وانا طبعا اتضايق منها، وكان قاعد بيفكر ازاي فعلا يخليها تكون اعقل من كده ويعرفها فعلا ان هي شخصيه حلوه جدا ايا كان خارجيا او داخليا. روحت البيت لقت ان غان جايب لها حاجه حلوه كانت هي عايزه تاكلها، ولكن لقى ان هي جايه له بالشنط وقال له انا هروح تاني عند بيت ماما. فهو قال لها اشمعنى اللي انت هتروحي دلوقتي؟ فقالت له العقد فيه ان انا وانت ما نقعدش مع بعض كتير. وانا لما جت تمشي بره لقيت ان الدكتور دانيال اعتذر لها، بيقول لها ان هو ما كانش قصده خالص ان هو يكذب عليها ويقول لها ان هو كاهن، ولكن كان بيعمل كده علشان بس حابب يعرف مشاكلها، وكان حابب ان هو يقف جنبها. واول ما مشيت هنا كان غان كان كل شويه يمسك تليفونه، وكان مستنيها انها ترجع تكلمه تاني، وكان عمال يشوف الصور بتاعتهم وكان معجب جدا بيها، لكن كان بيفكر نفسه ان هو بيحب سين حبيبته وان هو هيتجوزها قريب. ولكن لقاها ان هي راجعه تاني ومعاها شنطها. فقالت له ان انا جايه اسلم تاني على مامتك وماشيه على طول. فقال لها لا انت مش هتمشي من هنا، ويا ريت يعني اللي انت تقعدي. طبعا الخطه دي كان قايل لها دانيال عليها، وقال لها انت تروحي دلوقتي بيتك لحد ما نشوف هتعملي ايه في حوار الطفل. ولما راح له تاني يوم على طول الشغل بيقول ان هو بيحبها وان هو مستعد ان هو يفضل جنبها من غير اي حاجه. فانا قال له انت كويس في الشغل جدا، ولكن يا ريت ما كنتش كويس في العلاقه اللي ما بينك وما بين مراتي، وان انت تبعد عنها على قد ما تقدر. فانا دانيال قال انا زي ما قلت لك انا جاي هنا اصلا الشغل علشانها هي بس. وغان طبعا اتضايق جدا منه، وشاف ان في حد ممكن ياخد مراته مي منه، وخصوصا ان هو عارف ان هو مش بيعاملها حلو. وما راح البيت على طول لقى ان هي مرات باباه بتعامل مي باسلوب مش حلو، فخدها على طول وطلع فوق. ولما لقى ان هي تعبانه فبيقول لها كلي من اكلي، انا مش عايز اكل، كلي انت واشبعي. وانا طبعا كانت بصاله وكانت معجبه بيه ان هو قد ايه شخص عاطفي وحلو جدا معاها. وتاني يوم على طول هما كانوا بيناموا قال لها وانت عايزه تسمي ابنك ايه؟ قالت له لا انا مش عارفه لسه، شوف انت. كانوا قاعدين يتكلموا وكانوا مبسوطين جدا وهم قاعدين مع بعض. تاني يوم على طول لما صحي لقى ان دانيال بيجري، فقرر ان هو التاني كمان يجري معاه ويبدا يسابقه في مسابقه احنا اصلا ما نعرفش هما بيتسابقوا ليه، ولكن عشان يوريله ان هو يقدر يكسب في اي حاجه. ودانيال كان بيعتذر له ان هو ضحك على مراته وقال ان هو كاهن. تاني يوم كلمها دانيال وقال لها تعالي انا وانتي نخرج مع بعض، وبدا يوريها ان هو بيعمل روبوتات وان هو كمان دكتور. ولكن لما لقى ان الصحافه بتجري وراها على طول خباها. كانت رايحه لغان ولقيت ان هو واقف مع سان حبيبته. لما سان سالته مين دي اتدخلت هنا على طول وقالت له على فكره انا السكرتيره بتاعته مش اكتر. وانا طبعا صدقتهم لان هي عارفه ان قد ايه غان بيحبها. هو طبعا كان عايز يقول لها ان دي مش سكرتيرته ولكن دي حبيبته، وكان حابب يقول لها على كل حاجه. لكن طبعا هنا كانت ميكا رافضه علشان ما تخليهمش ان هما ينفصلوا. وانا كان لما راح يقعد جنب سان كانت بتقوله ان انت بات معايا النهارده، ولكن هو ما كانش قادر يبات من غير ما ميك يكون معاه. وساب لها ورقه وقال لها ان انا ماشي دلوقتي ولو عايزه اي حاجه تبقى اتصل عليا. ولما كانت ميكا خارجه من البيت لقيت ان الصحافه كتير مستنياها بره، وكانوا بيتكلموا عليها بشكل مش كويس. ولكن دكتور دانيال اتدخل وبدأ ان هو يقول ان انتوا تبعدوا عنها احسن لكم. وانا الصحافه كانت مستغربه ايه اللي يخلي دكتور كبير زي دانيال يتعامل مع واحده زي دي مش معروفه اصلا، وان هي بنت ريفيه بسيطه. وانا طبعا قال لها تعالي معايا البيت. ولما جت تروح البيت غان قال لها لا تعالي وروح معانا على البيت. ولكن هي بتقول له لا انت معاك حبيبتك دلوقتي سيبني ان انا امشي. فحبيبته بتقول له هو انت ماسكها كده ليه وهي مين دي اصلا؟ هو قال لها انا عايزه اقول لك حاجه انا اتجوزت. فهي بتقول له انت بتضحك عليا صح؟ هو قال لها لا انا فعلا اتجوزت ودي فعلا تبقى مراتي. فقالت له انت ازاي تعمل معايا كده ومشيت على طول. وغان كمان روح على البيت وبدأ ان هو ما يكلمش مي تاني، وكان عمال يكلمها باسلوب وحش جدا، وهي ما كانتش عارفه ايه اللي عملته اصلا علشان يحصل كده، وان غلطه الطفل دي غلطتهم هما الاتنين، وان هو بيعاملها بشكل وحش. وانا مامته خدتها معاهم الحفله علشان تبدا تعرفها على الناس. كله كان عمال يتكلم عليها ويقول ان هي بتصطاد اموال، وان هي بس متجوزه غانا علشان فلوسه. وطبعا محدش عارف الحقيقه. وانا كانت بتعيط وكان صعبان جدا عليها نفسها ان ازاي الناس بتشوف الناس الفقيره وحشين كده. طبعا الراجل اللي كان معجب معاها في الحفله بالصدفه وبدا ان هو يقول عليها كلام وحش جدا، ولكن هنا غانا اتدخل وقال ان انا فعلا كنت مخبي مراتي، لكن علشان هي انسانه غاليه جدا وعامله زي الجوهره بالظبط، مش علشان ان هي فيها حاجه زي ما اي حد سفيه بيقول. طبعا كان الكل قاعد مبسوط جدا وعارف فعلا ان هو بيحبها، وكان رايح معاها علشان يكشف عند الدكتور. وهي كانت مبسوطه جدا ان علاقتهم بدات ترجع تاني زي الاول واحسن. وبدات هنا ان هي تكلم مامتها وتقول لها على كل حاجه ما بتحصل ما بينهم.
وروحت فعلا لمامتها وقالت لها ان هي فعلا بتحبه، ولكن هو شايف ان ابنها دلوقتي غلطة. ومامتها بتقول لها على فكرة انا بحبه جدا وهو بيعاملك تقريبا بشكل كويس. وتاني يوم على طول لقاها ان هي ماشية، لكن هو كان مستغرب ان هي الايام دي فين بتروح، لان هي الفترة دي ما بقتش بتروح البيت عندها، ولكن هي كانت بتروح عند دانيال تساعده في الشغل بتاعه. وانا خدها الشغل بتاعه، بدأ ان هو يقول لها ان هو فعلا معجب بيها، وان هي يا ريت يعني تتفهم شوية الموضوع ده، وان على الاقل تديله فرصة بما ان غان ما بيحبهاش، وان كلها كام شهر وهيتطلقوا. وانا سان كلمتها وقالت لها يا ريت ان انت تبعدي عن غان، وان انت ازاي تقبلي ان واحد يكون عايش معاكي ما بيحبكيش. هي طبعا فكرت في الكلام ده ولقت ان هي معاها حق، وان غان فعلا بيعمل شكل وحش جدا. وانا طبعا كانوا قاعدين مع بعض بيقولوا انا بحذرك سن اللي انت تقرب من مراتي، لكن دانيال برضه استمر ان هو يقول ان هو بيحبها وان هو مستعد يعمل اي حاجه علشان تفضل معاه. طبعا فضل يضحك عليها. وانا طبعا بعد ما سمعت الكلام الوحش اللي من سان وقالت لها ان هو ما بيحبكيش، راحت عند مامتها على طول وكانت بتعيط، وقالت لها ان انا مستحيل تاني اعيش مع غان، وان هو كفايه علينا لحد كده. لكن هي رجعت له تاني، وكان في مج بتاعها مراتبه طلعته في المزاد، وطبعا كان الاتنين مصرين ان هما يشتريه ايا كان دكتور دانيال او غان. مين لما قابلت غان بره بتقول ان فعلا لازم ان احنا ننفصل، وان كفايه علينا اول حد كده، وان انت عمرك ما حبيتني ولا انا حبيتك. فهي طبعا كانت بتحبه. مرات بابا وهي كانت بتفتش في الاوضه بتاعت مي، لقت ان العقد اللي ماضيينه سوا ان هي بعد ما تخلف الطفل هتمشي على طول، وراحت علشان تطمن على الطفل وعلى صحته وهو كان معاها. كان معجب جدا بحوار ان هو خلاص هيكون اب، وراح لها البيت وقال لها ان احنا هنفضل مع بعض اكيد. فهي بتقول له هو انا بالنسبه لك ايه؟ فبيقول لها انت بالنسبه لي ام ابني. ولكن كان بدأ ان هو يتقرب منها بشكل غريب جدا. فهي بتقول له هو انا برضه لسه بالنسبه لك ام ابنك؟ فهو قال لها ايوه، وان انت عارفه كويس ان انا بحب سين. وهي طبعا اتضايقت، وسين كانت بتكلم صاحبتها بتقول لها انا ما كنتش عارفه ان بعدي عن غين هيخليه ان هو يحب واحده غيري، وان انا مش عارفه ازاي ابعدهم عن بعض. قالت لها ان مع الوقت اكيد كل حاجه هترجع تاني. طالب من مين ان هي تعمل له مج زي بتاعها بالظبط. ولكن هنا اول ما روحت البيت لقت ان مامتها موجوده، بتقول لها بقول لك ايه، يلا نمشي من هنا، ازاي مضيك على عقد زي ده، وان مرات بابا اتصلت بيا وحكت لي كل حاجه. ولكن هي بتقول لها ان هي بتحبه وعايزه تكمل معاه. فمامتها بتقول لها يلا ان انا وانت نمشي من هنا. طبعا علشان هي بتحب مامتها قررت ان هي تمشي مع مامتها، كانت مستنيه ان هو يتدخل ولكن سابها. فانا المساعد بيقول له هو انت ليه ما رحتش وراها؟ فانا غان بيقول له انا مش عارف اعمل ايه وان انا تايه جدا. وهنا كان قرر ان هو يروح يحتفل بعيد ميلادها، ولكن اول ما راح اغمى عليه على طول. وانا طبعا هي كانت مستنياه زي ما هو قال لها. في الوقت ده جالها دكتور دانيال وقال لها انت لحد امتى هتفضلي مستنياه، ولحد امتى هيفضل هو مش معبرك. هنا ينتهي الجزء الاول. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراكوا في القناه، واسم المسلسل حبيبي للابد.